السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم معانا في فيديو جديد. معاكم مستر محمود السيد English Teacher، والنهاردة هنتكلم عن الجرامر بتاع Unit 1 Lesson 1 و 2، ألا وهو Present Simple. وراك هتروح فين؟ يلا بينا يلا. طيب زي ما قلت لكم كده Present Simple. ايه هو البريزنت سيمبل؟ زي ما انت شايف المضارع البسيط، درس اخدناه كتير قوي لكن اوعدك هتشوفه بشكل مختلف تماما. طيب دايما كانوا يقولوا لنا ايه البريزنت سيمبل؟ عباره عن فاكتس، روتين، حقائق، روتين، ودننا اخدت على سماع الكلمه دي. طب ايه الجديد؟ خلاص انا بتسمع فاكتس وروتين، انا عارف فاكتس وروتين. تسال اي حد معدي في الشارع بريزنت سيمبل، ده بتاع الفاكتس والروتين، العادات. يعني ايه طب روتين؟ يعني ايه فاكتس حقائق؟ طب قول لي طب الكلام ده. هقول لك انا يا سيدي، هتلاقيني كاتبها ومفيش اي مشكله، لكن انا هقول لك كده بيني وبينك حاجه محدش سمعها قبل كده. بالبلدي كده، انا لو قلت لك ان البريزنت سيمبل بيعبر عن جمله، الجمله دي مش شرط انها بتحصل وقت الكلام، لا لكن بتحصل عموما. طب معلش يا مستر اديني جمله. هقول لك لو جيت قلت لك ريان eats mango، ريان بياكل مانجا، هل ده معناه ان هو بياكلها حالا؟ ما تضيقش قوي كده، لا طبعا ريان في العموم بياكل المانجا. خلاص يعني كأنك قاعد في قاعده كده والله وتقول والله ده انا ابني ريان eats mango، يعني والله ابني بياكل المانجا عادي يعني. خلاص. طيب باجي بتكلم مثلا على ولد تاني واقول ايه؟ علي speaks English، علي بيتكلم انجلش، هو ده معناه ان هو بيتكلم حالا؟ ما تضيقش، مش معناه ان هو بيتكلم حالا، لا امال ايه؟ في العموم والله بيتحدث اللغه الانجليزيه. اصبح ان البريزنت سيمبل بستخدمه مش عشان خاطر اقول ان الحاجه دي حالا، لا عشان اقول ان الحاجه دي بتحصل في العموم. خلاص. وده البريزنت سيمبل او المضارع البسيط. بيتكون زمن المضارع البسيط بيقول لك ان الفعل في المصدر مع الفاعل الجمع او الفعل باضافه اس اي اس اي اس. تعالى بقى نشوف الكلام ده كله فين على الشرح، يلا بينا. بص يا صديقي، دلوقتي البريزنت سيمبل ده عباره عن ايه؟ اي تنس هتدرسه في حياتك او اي تنس هبتدي اشرحه لك لازم تحط في دماغك 5 حاجات. 5 things that we have to take care of. First the usage. يعني ايه اليوسج؟ استخدامي للدرس ده، هستخدمه لما احب اعبر عن ايه؟ وانا قلت لك ان الاستخدام بيعبر عن ايه؟ شطور، الحاجات اللي بتحصل في العموم مش دلوقتي حالا. طيب وايه تاني؟ في الفورميشن اللي هو التكوين، الفورم بتاع الجمله. النيجاتيف شكله في النفي بيبقى عامل ازاي؟ question السؤال، ازاي اعمل سؤال بيه. وخامس حاجه الكي words الكلمات الداله عليه. يبقى هم 5 حاجات خلي بالك. طيب first of all present simple the usage. we said that the usage things that happen in general، حاجات بتحصل in general بالبلدي كده. طب يعني ايه in general يا مستر؟ يعني عموما. طب يعني ايه عموما؟ يعني انا مش مرتبط بوقت، مش حالا، ما تضيقش، عموما ده بيحصل. خلاص. طيب نيجي بقى نقول ايه؟ قال لك ان اليوسج كده. طب ايه هو الفورم بتاعنا؟ بص يا سيدي، we start with subject. subject اللي هو مين؟ اللي هو الفاعل. subject يعني ايه؟ يعني فاعل. طيب بعد السبجكت الفاعل قال لك الverb which is can be infinitive or plus s es IES. طيب هل انا بختار عشوائي كده؟ هل انا بحط مثلا infinitive او SIES كده هباء؟ لا طبعا، هنقسمها ل 2 groups. يلا بينا نشوف ايه هما الجروبس دي. بس انت بتضحكني مش بس. عادي 2.5 مظبوطه. مظبوطه. طيب the first group الا وهو I, we, you, they, then verb infinitive. طب حد يسألني يعني ايه verb infinitive؟ فعل في حالة المصدر. طب يعني ايه يا مستر فعل في المصدر؟ يعني سادة بدون إضافات، من غير أي حاجة، هات الفعل كده في حالته الأساسية حطه. طيب مع I, we, you, they واسم جمع أو plural noun، اسم جمع أهو. طيب يبقى بالتالي أدي كده the first group I, we, you, they اسم جمع بيجي بعدهم فعل بيكون ايه يا صديقي؟ مصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني بدون اضافات. طب what about the second group؟ ايه هو السكند جروب؟ ركز لي بقى. السكند جروب اللي هو بيكون he, she, it، شطار انا سامعكم بتقولوا، او اسم مفرد. طيب الجروب ده بقى بيجي بعده ايه؟ verb plus s or es or ies.
ايه ده يا مستر؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي مجموعتين، المجموعه الاولى اهي والمجموعه الثانيه اهي. I we you they verb infinitive. he she it plus s. يبقى تاني المجموعه الاولى اهي I we you they verb infinitive فعل مصدر. he she it verb plus s es I es. دول كده التو جروبس that we have. خلاص يبقى ده التكوين بتاعنا. طب ممكن يا مستر تديني جمله عشان افهم اكتر؟ هقول لك انا دلوقتي. بص يا سيدي، جيت مثلا كتبت لك جمله وقلت لك ايه؟ they English every day. وعندي الفعل كلمة studies. طب they دي مجموعة أولى ولا مجموعة تانية؟ أهي مجموعة إيه؟ أولى. شطور. طيب طالما هي مجموعة أولى يبقى الفعل اللي بعدها لازم يكون مصدر. شطور. طب studies هنا متضاف لها إيه؟ IES. نرجعه لحالته الأصلية اللي هي تبقى إيه؟ study. They study English every day. جبت الفعل في المصدر بدون إضافات. طيب أنا هنا بقى he she it بيجي بعدها s أو es أو IES. طب يعني مثلا لو عملت جملة وجيت قلت لك مثلا ريان his mom every day. وعندي الفعل مثلا كلمة help. help يعني يساعد. خلاص عايز اقول ريان بيساعد مامته every day كل يوم. خلاص طيب help هتنزل زي ما هي؟ لا، ضيف لها مين بقى؟ اهي اس. اصبح ان ريان عشان اسم ايه؟ مفرد. خلاص اسم مفرد بياخد اس او اي اس او اي اس. فهمنا النقطه دي؟ يبقى انا كده عندي مجموعتين وعرفنا كل مجموعه بيجي بعدها ايه. طيب انا كنت مكلمك على كام حاجه؟ 5 حاجات. قلت لك اول حاجه اليوسج الاستخدام، ثاني حاجه الفورم يبقى احنا عرفنا استخدامه، بنستخدمه في الحاجات اللي بتحصل عموما، الحاجات اللي بتحصل عموما. طيب دلوقتي انا عندي فعل انفينيتيف او اس واي اس واي اس، ده كده التكوين بتاعه اللي هو تاني حاجه قسمتهم لك مجموعتين. قلت لك المجموعه اللي بيجي بعدها مصدر والمجموعه اللي بيجي بعدها اس او اي اس او اي اي اس. طيب نيجي بقى لثالث حاجه الا وهي ايه هي ثالث حاجه؟ لو حبايبي فاكرين احنا قلنا بعد اليوسج في فورم، بعد الفورم في نيجاتيف النفي. طيب المجموعه الاولى اللي هي بتكون I we you they، الاربع حاجات دول ومعاهم اسم الجمع، لما احب اعمل نفي بنفي بمين؟ قال لك يا اما don't يا اما never. طيب ماشي. وجينا بعد كده قال لك مين؟ he او she او it. المجموعه دي تنفعها لي بمين؟ قال لك يا سيدي يا اما doesn't يا اما برضو never. بس تخلي بالك من حاجه، كل دول don't و never و doesn't يجي بعدهم الفيرب بيكون infinitive. يعني don't never لما بتيجي مع اي حاجه من دول الفعل بعدها كده كده infinitive، ما عدا never اللي بتيجي مع المجموعه دي ممكن يجي بعدها اس او اي اس او اي اس. طب تعالى نعمل جمله. بص يا سيدي انا هعمل كام جمله كده وانت تقول لي رايك فيهم. جيت قلت لك مثلا they play tennis. طيب لو انا هحولها اقول ايه؟ لو انا عايز اعملها نفي they هبدا بيها. طب زي دي مجموعه اولى ولا ثانيه؟ مجموعه اولى. طب بتاخد في النفي مين؟ don't. يبقى they don't play tennis. خلاص they don't play tennis، هم مش بيلعبوا التنس. خلاص. طب لو انا عندي جمله ثانيه زي دي، جيت قلت لك مثلا رؤى watches TV. يعني رؤى بتتفرج على التلفزيون. خلاص تعال نفكر بعض كده بالاستخدام. هي رؤى بتتفرج على التلفزيون دلوقتي حالا؟ قلت لك ما تضيقش، انما ايه؟ عموما. بالظبط كده، هي مش مرتبطه بوقت، لان انا جيت قلت لك رؤى watches TV، هي بتتفرج على التلفزيون بشكل عام عموما بقى، النهارده بكره بعده بنتي بتتفرج على التلفزيون وخلاص، مش مرتبطه بوقت. خلاص. طب لو انا عايز انفي رؤى دي اسم مفرد، خلاص، فبالتالي تبع المجموعه الثانيه كنا قلنا الكلام ده، فننفي بدونت ولا نيفر ولا doesn't ولا هنا؟ لا ننفي بمين؟ doesn't. طيب تعال بص بقى معايا عشان جاي لك في نقطه. رؤى watches TV، رؤى doesn't
طب doesn't انا قايل لك بيجي بعدها فعل ايه؟ infinitive، مصدر بدون اضافات، يبقى doesn't ايه؟ watch. doesn't watch TV، لا تشاهد الايه؟ التلفزيون. الواتش جت infinitive، شلت منها مين؟ الاي اس، لان انا قلت لك في الاساس ان هيجي بعدها فعل مصدر. تمام؟ طيب بص بقى الجمله دي، ركز. علي speaks English. جيت هنا قلت لك don't. واحد يجي يقول لي ايه مستر انت بتلخبطني، اقول لك بلخبطك فعلا، بضحك عليك يا مستر، ده علي. ايوه انا واخد بالي، علي يا مستر يعني اسم مفرد. اقول لك جدع يا ولد، ايه الحلاوه دي؟ تجيب لي دونت؟ لا طبعا doesn't. اقول لك يعني اقول لك ايه، بس ربنا يسامحك يا اخي، اديتني العشاء عشمتني بعد كده طرت انت. دلوقتي لو انا كتبت هنا doesn't، يعني هنفترض ان انا هكتب doesn't زي ما انت بتقول كده، ولكن هي غلط. doesn't اهي. انت نسيت نقطه مهمه قوي انا قلتها لك، ان doesn't لازم بعدها يكون ايه؟ مصدر. ما انا قلت لك اخرك هنا اهو. خلاص never دي مش تبعنا، doesn't بيجي بعدها مصدر، صح كده؟ صح. طب هنا بيقول لك speaks فيها اس، مش هينفع اختار doesn't. طب في الحاله دي اختار مين بقى؟ never تنفعني في موقف زي ده. اصبح ان علي never speaks English. ايه ده؟ يعني never عادي يجي بعدها اس؟ عادي يجي بعدها اس. ايه ده يا مستر؟ يعني لو جه طلب مني نفي وفي اس ما ينفعش استخدم doesn't كده ولا isn't؟ لا isn't مالهاش علاقه بالقصه. doesn't برضه ما ينفعش يجي بعدها اس. لو كانت هي speak تنفع، يعني لو كانش فيها اس تمام، لكن فيها اس. طب نعمل ايه بقى في حاله زي دي؟ حط never. تمام؟ طيب نيجي للنقطه اللي بعدها. يبقى انا كده اتكلمت على كام حاجه؟ اتكلمت على اليوسج، استخدام، حاجه بتحصل دلوقتي ولا عموما؟ عموما. طيب اتكلمت على الفورميشن، قسمتهم لك مجموعتين: I, we, you, they verb infinitive، he, she, it verb plus s. طب عملنا نيجاتيف، بننفي بمين؟ قلت بدونت whenever او doesn't whenever. خلاص؟ طيب نيجي بقى دلوقتي رقم 4 اللي هو ايه؟ الكويستشن. How can I make a question؟ ازاي ان انا اعمل سؤال؟ بص يا سيدي، زي ما احنا عملنا نفي بدونت ودازنت، برضو انا هعمل طيب زي ما انا عملت النفي بدونت ودازنت، برضو هعمل الكويستشن بدو او does. طب ايه هو التكوين بتاعنا؟ do او does then subject then verb infinitive. خلاص ده التكوين بتاعي. طب انا جيت قلت لك مثلا علي watches TV، انا علي بيشاهد التلفزيون، عايز اقول هل علي بيتفرج على التلفزيون؟ اقول ايه؟ does مين؟ بجيب السبجكت. طب مين السبجكت؟ الفاعل. مين الفاعل هنا؟ علي. يبقى does مين؟ does علي. يعني هل علي، ما هو السؤال هنا بدو does، اكننا بنسال بمين؟ اكني بسال بهل. يبقى هل علي watches هنا بقى شكلها ايه؟ انا قلت لك infinitive. طب يعني ايه infinitive؟ يعني مصدر. معنى كده ان does علي watches؟ لا، does علي watch TV. هل علي بيشاهد التلفاز؟ خلاص، يبقى ده كده طريقة السؤال. بنسأل بدو does، بعد كده السبجكت، بعد كده الفيرب infinitive. تعالى نعمل واحدة كمان. بص يا سيدي، جيت قلت لك مثلا يعني مين؟ طيب فوزي and عمر. والله محدش يسألني على الأسامي، من الاسم بيجي في دماغي بختاره يعني. فوزي and عمر مثلا بيعملوا ايه؟ eat بيتزا. طيب فوزي وعمر بياكلوا البيتزا، مش حالا، عموما. خلاص. طيب انا دلوقتي لما اجي اعمل سؤال هل فوزي وعمر بياكلوا البيتزا، طب الاول اسال نفسي فوزي وعمر ده اسم مفرد ولا جمع؟ اسم جمع، يعني 2 وانت طالع ده كده جمع. خلاص. ففي الجمع بسال بقى بمين؟ do فوزي and عمر هنقول عليهم زي مثلا هل هم eat بيتزا؟ do they eat pizza؟ هل هم بياكلوا البيتزا؟ وابتدي اجاوب اقول ايه بقى؟ yes they do او no they don't.
خلاص؟ طب لو هجاوب على السؤال ده does علي watch TV هقول ايه؟ yes he does أو no he doesn't. yes he does أيوه بيعمل كده، أو no he doesn't لا هو ما بيعملش كده. خلاص؟ ودي كده كانت طريقة الكويستشن. يبقى احنا كده الخمس حاجات تاني هفكرك: اليوسج for negative question and now with the keywords الكلمات الدالة. طيب وعايزك تركز لي بقى في الكلمات الدالة عشان خاطر هتنقلنا لنقطة تانية مهمة قوي. طيب هي keywords وفي نفس الوقت اسمها adverbs. طب adverbs of frequency يعني ايه؟ ظروف التكرار. انا عندي كام كلمة كده اللي هم مين؟ always usually often sometimes hardly ever never. وفي كلمتين كمان في rarely وفي seldom. هما hardly ever. في seldom في rarely. طيب تعال نشوف معانيهم كده. always معناها دائما، usually عادة، often معظم الوقت، sometimes أحيانا، hardly ever معناها نادرا، never معناها أبدا. طيب الكلام ده عبارة عن إيه؟ ظروف تكرار. طيب يعني إيه مستر ظروف تكرار؟ هقول لك أنا دلوقتي عندي 5 أيام بروح فيهم المدرسة. ال5 أيام دول هديك جملة وكل كلمة هقولها في الجملة هيبقى ليها مدلول. افتكر أنا عندي كام يوم بروح في المدرسة؟ هم 5. خلاص؟ جيت قلت لك I always go to school. أنا دايما بروح المدرسة، يبقى أنا بروح كام يوم من ال5؟ بروح ال5 كلهم. تمام؟ طيب يبقى always معناها دايما، أنا 100% بعمل الحاجة دي، ما بفوتش ولا مرة. طيب عندي حاجة اسمها usually. usually معناها إيه؟ عادة. يعني إيه عادة؟ يعني أنا دايما بعمل ده حلو قوي بس ممكن أفوت لي مرة. فبقول إيه؟ I usually go to school. يبقى من ال5 أيام أنا رحت كم مرة؟ 4 أيام. I usually عادة يعني أنا بروح كتير أهو. طيب نيجي للي بعدها. احنا كده خلصنا always، خلصنا usually، نيجي بعدها لمين؟ often. often معناها معظم الوقت، يعني لو 5 أيام أنا بروح 3 أيام. I often go to school. بروح 3 أيام. خلاص؟ طيب نيجي للي بعدها مين؟ sometimes. 5 أيام sometimes معناها أحيانا بروح. يجي ظريف يقول لي أنا بروح 2.5 يوم. يعني ايه 2.5 يوم؟ مش فاهمك. يعني هل مثلا بتيجي تمشي في البريك؟ لا مش ده الغرض. انا زي ما قلت لك ان ده مش بيدل على الشيء في وقته الحالي. يعني ايه sometimes؟ يعني هو احيانا. يعني I sometimes go to school. انا احيانا بروح المدرسه. يعني مثلا اسبوع ممكن اروح 3 ايام واسبوع ممكن اروح 2 يوم. حلوه الصيغه دي؟ حلوه؟ تمام. I sometimes go to school. احيانا بروح المدرسه. تمام؟ طيب hardly ever او seldom او rarely كلهم معناها نادرا. ايه ده مدرسه؟ ده انا I hardly ever go to school. نادرا لما بروح ايه المدرسه. نادرا يعني مش دايما. طب I never معناها خلاص ولا مره. طب hardly ever نادرا من كم مره بقى من ال5؟ ممكن مره. نادرا لما بروح. طب I never معناها I never انا ابدا ما بروحش. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه قوي. ايه هي؟ لو جيت قلت لك ساره her mom، وعندي كلمة الاختيارات اهي usually helps أو helps usually يعني هم helps usually أو usually helps. أستخدم مين في الاتنين؟ طب دلوقتي يا مستر ما الاتنين نفس الحاجة، هي ليها ترتيب؟ خد مني الجملة دي بقى. بص الهرم اللي أنا هعمله لك ده هرم صح؟ مهم يعني لو انا جيت قلت لك ان هنا verb to be اللي هما مين؟ am is are. تمام؟ وجيت هنا قلت لك الادverbs اللي هما دول كلهم اسمهم adverbs، وهنا اي verb عادي. خلاص؟ طيب في درسك ده مش هيجي لك الثلاثه مع بعض. في درسك ده هيجي لك 2. الاثنين دول مين ثابت معاك؟ ثابت معاك الادفيرب. يعني دايما هتلاقي usually always sometimes هتلاقيها ثابته معاك. ماشي؟ ماشي. ركز بقى في اللي هقوله لك ده.
لو الادفيرب وفيرب تو بي جم مع بعض، مين الاقوى؟ مين اللي فوق يجي الاول؟ الام ويز وار. يبقى الام ويز وار لو جت مع الادفيرب مين يجي الاول؟ الام ويز وار. طيب انا قلت لك ان دي مشتركه ما بين الاثنين، معنى كده ان الادفيرب لو جه في الحاله الثانيه، طيب معنى كده ركز لي بس، معلش انا اسف على اللي حصل. طيب ان الادفيرب ممكن يجي مع مين؟ مع الفيرب. الادفيرب ممكن يجي مع الفيرب. لو جه الادفيرب مع الفيرب مين اللي فوق؟ مين اللي اقوى؟ الادفيرب. يا مستر فهمني معلش، هقول لك انا عندي helps usually. help ده هل هو ام ويز وار؟ لا مش ام ويز وار، هو فيرب عادي. طيب فيرب عادي، يعني فيرب عادي اهو، وعندي الادفيرب اللي هو usually. مين يجي الاول؟ الادفيرب هو الاقوى، هو اللي فوق، يبقى usually تيجي الاول اهي usually helps. طب نعمل جمله ثانيه عشان نوضحها. علي sad. وجيت قلت لك مثلا sometimes is ولا is sometimes؟ اظن كده وضحت شويه. انا عندي كلمه is في الاختيارات، طب is دي اللي هي فوق am with are، وعندي adverb اهو، مين اقوى يجي الاول؟ اللي فوق اللي هو الام with are اهو، يبقى is sometimes. تمام؟ طيب تعالوا بقى دلوقتي نطبق كده او نقرا كده بسرعه سريعا اللي احنا حليناه من الشيتس بتاعتنا او من الملزمه بتاعتي، وتعالى بعد كده نطبق على الحل. يلا بينا. ودلوقتي يا شباب زي ما انا قلت لكم خلاص احنا شرحنا بقى البريزنت سيمبل بكل تفاصيله. تعالى بقى كده نبص ايه عليه في الشيت بتاعنا. زي ما انا قلت لك احنا عندنا المجموعه الاولى I you we they واسم جمع بيجي بعدها مصدر، انما he وشي وات واسم مفرد بيجي بعدها الفعل متضاف له اس او اي اس او اي اس. طيب يعني مثلا دلوقتي عندي an example here they usually tennis. هتقول لي يا مستر ده في always usually يبقى ناخد الاس. ملهاش علاقه بالكلام ده، هي ليها علاقه بالسبجكت. زي وزي ده من انهي مجموعه؟ من المجموعه الاولى، وزي بيجي بعدها مين؟ مصدر، يبقى بلاي ولا بلايز؟ بلاي. طب جمله كمان he usually، he مجموعه اولى ولا ثانيه؟ مجموعه ثانيه، يبقى بتاخد ايه؟ الاسات، يبقى he usually plays. طيب عندك بقى بعد كده امتى بنضيف اس وامتى اي اس واي اي اس. النقطه دي كنت مخليها شويه بس تفهم الدرس الاول وابتدي اقولها لك. بص يا سيدي اقولها لك كده بعد كده ايه نشوفها. دلوقتي لو انا عندي الفيرب ده بينتهي ب اس اتش سي اتش اكس او اس 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 زد، شايف النهايات دي؟ تعال نلعب كده لعبه كانها ايه؟ شا وتشا، اس اتش والسي اتش، شا وتشا شا وتشا شا وتشا اس اتش وسي اتش. وعندنا لعبه دايما بنلعبها اسمها ايه؟ اسمها اكس او، يبقى شا وتشا والاكس والاو والاس او الزد. لو الكلمه انتهت بحاجه من دول هنضيف مين؟ اي اس. تمام؟ يبقى لو الكلمه انتهت بشا وتشا اللي هي اس اتش وسي اتش واكس او اللعبه بتاعتنا واس وزد، يبقى حط مين؟ حط اي اس. تمام؟ طيب لو الفعل اخره واي شيل الواي وحط مكانه مين؟ اي اي اس. تمام كده؟ يبقى لو عندي الفعل اخره واي هشيل الواي واحط اي اي اس. طب لو في واي بس في فاول قبلها، فاول اللي هو الحرف المتحرك، الاي والاي والاي والاو واليو، الخمسه دول لو جم قبل الواي يمسكوا في الواي كده، تيجي انت تشيل الواي عشان تحط اي اس، اقول لك ما ينفعش. زي كلمه ايه؟ زي كلمه بلاي. طب بلاي دي احط لها اس ولا اي اس ولا اي اس؟ حماده يجي يقول لي ايه؟ مستر شيل الواي. طب ليه شيل الواي؟ انت قلت لي شيل الواي يا حبيبي. طب ركز، لا 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 شيل الواي وحط اي اي اس. طب تعالى نجرب. اجي اشيل الواي الاقي في مين حامياها وماسكه فيها؟ الاي ماسكه في الواي ما تقدرش تسيبها، فبالتالي اضطر احط مين بقى؟ اس. اصبح ان انا في الطبيعي الواي بشيلها فعلا واحط بدلها اي اي اس، لكن لو في قبلها حاجه من الخمس حروف متحركه اي 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 او يو بعمل ايه في الواي؟ ما بشيلهاش، بضيف بعدها اس بس. خلاص؟ فيما عدا ذلك يعني لو مش عندي حاجه من النهايات اللي هي شا وتشا والاكس والاو وعندي الاس والزد، لو مش عندي دول طب بشوف الواي، مش عندي واي خلاص خليك في الاس بقى عادي. طب تعالى نشوف اهو. يعني عاده بضيف للفعل اس، لو حاجه بقى جت من دول الاس او الاس اتش والسي اتش والاو والاكس والزد بضيف مين؟ الاي اس. يعني كلمه كروس crosses، finish finishes، wash washes، catch catches، do does، go goes، هكذا. لو عندي واي بشيلها واضيف مين؟ اي اي اس. طيب لو انتهى الفعل بحرف واي وقبله حرف متحرك، انا قلت لك الحروف المتحركه الخمسه A E I O U كانوا واحنا صغيرين بيرسموها لنا كده على شكل وش،
كانوا يغنوا لنا اغنيه كده بصراحه كانت رخمه وانا اسف يعني. كان يقول لك الايه ضربت اي قالت اي او يو، حاجات كده غريبه على شكل وش يعني. فالمهم كان بيعمل ايه؟ الواي دي بتفضل مخليها وتحط بعدها مين؟ اس، زي كلمه بلاي بلايز، زي كلمه باي بايز، زي كلمه انجوي انجويز. طب هنا الواي ما اتشالتش ليه؟ عشان قبلها يو. طب هنا الواي ما اتشالتش ليه؟ عشان قبلها او. طب عندي كلمه كمان مثلا جت في دماغي دلوقتي، كلمه stay. stay يبقى او يمكث في مكان، يظل في مكان. stay لو انا جيت قلت لك مثلا زي stay هنا بقى ركز لي عشان هضحك عليك. زي هنا اهي stay اضيف لها اس صح؟ لا يا مستر شيل واي وحط اي اس. اشيل واي وحط اي اس؟ طب ما تركز كده في الجمله، حط اس ولا اي اس ولا اي اس. اعرف اضحك عليك؟ هعرف اضحك عليك. عارف ليه؟ وانا متاكد انك غلطت فيها. ان هنا يا باشا زي اصلا، وزي دي مجموعه اولى. انت مش واخد بالك ان زي دي مجموعه اولى؟ ايه ده يعني ايه يا مستر؟ يعني المجموعه الاولى ما بيتضافلهاش حاجه اصلا. انا وديتك هنا في حته الاس واليس والاي اس بس ضحكت عليك وحطيت لك سبجكت ما بيتحطلوش حاجه اصلا. الزي بيجي بعدها الفعل انفينيتيف، فبالتالي الذي هتفضل زي ما هي stay. انما بقى امتى نبتدي نشوف هنضيف ولا لا؟ لو عندي حاجه من المجموعه الثانيه she stay اضيف اس بس. ليه اس بس؟ لان انا هنا مش هقدر اشيل الواي. ليه مش هقدر اشيل الواي؟ عشان في قبلها فاول حرف متحرك اللي هو الاي. اظن كده احنا قلنا كل حاجه، والاستخدام قلناه بيعبر عن الحقائق والعادات المتكرره وجدول المواعيد. خلاص يعني انا قلت لك بالبلدي كده الحاجات اللي بتحصل في العموم. طيب نيجي بقى بعد كده. بص يا سيدي، ينفع انفي ب am not و isn't و aren't؟ ينفع انفي ب am not و isn't و aren't. طب امتى يا مستر؟ انت ما قلتليش، انت قلت لي don't و never doesn't و never. ماشي، ما انا بديك الحاجه واحده واحده. ال am not وال isn't و aren't لما ما يكونش فيه verb اصلا. طب يعني ايه يا مستر؟ يعني don't قلت لك بيجي بعدها verb infinitive، never بيجي بعدها verb infinitive، doesn't بيجي بعدها برضو verb infinitive. لكن لو مفيش verb اصلا استخدم am not و isn't و aren't. طب ايه الحاجات يا مستر اللي ما تجيش verb؟ تعالى بقى كده وريني، قول لي كده انت كمستر ايه اللي ممكن يجي لو مفيش verb. اقول لك انت كده بتزنقني يعني؟ اقول لك لا يا حبيبي انا عارفهم. ايه هم؟ اولا عندك noun اسم. لو في اسم انفيه ب am not و isn't و aren't. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد اداني حاجه بشربها كده، فاجي اقول له ايه؟ ات كوكاكولا. هقول له دي مش كوكاكولا، طبعا المقاطعه الناس كلها عامله مقاطعه بس ده صوت مثال جه في دماغي يعني. او مثلا ايه؟ جوس، ده مش عصير. ووتر يا سيدي ايا كان. فاقول له it doesn't ولا it isn't؟ يبقى it doesn't كوكاكولا ولا it isn't كوكاكولا. خلاص طبعا المقاطعه على دماغنا وانا كمان مقاطع على فكره، بس ده المثال اللي جه على دماغي يعني. خلاص يبقى it isn't كوكاكولا. يبقى اول حاجه الناون. طب تاني حاجه الادجكتيف، يعني ايه؟ الصفه. لو جيت قلت لك he happy عايز اقول هو مش سعيد، هقول he doesn't happy هنا adjective فما ينفعش انفيها ب doesn't. امال هنفي بمين؟ ب isn't. he isn't happy. يبقى انا كده قلت الناون الاسم. نمبر 2 adjective صفه. نمبر 3 preposition حرف الجر. يعني ايه الكلام ده؟ جيت قلت لك علي at the park، اقول لك علي مثلا مش في البارك. علي doesn't ولا علي isn't؟ علي isn't لان يجي بعدها كلمه at هنا ده حرف جر، يبقى علي isn't at the park. خلاص طيب نيجي بقى لنقطه ثانيه. انا قلت الاسم وقلت البريبوزيشن وقلت الادجكتيف، ناقص مين؟ بروناون. يعني ايه بروناون؟ يعني ضمير. جيت قلت لك مثلا ايه؟ واحد بيسالني هو ده اخوك، اقول لك no he doesn't my brother. my هنا my دي ضمير، he doesn't اجيب بعدها doesn't؟ لا، يبقى he isn't my brother، هو مش اخويا، he's my friend. تمام؟ يبقى اصبح ان انا قلت لك الناون الاسم وقلت لك حرف الجر والصفه واضيف عليهم الضمير البروناون. فهنا he doesn't at school today، في at ده ايه؟ حرف جر. خلاص خلي بالك عشان بس ايه ما تخلطش الامور ببعض. بروناون تابع للي فوق، انما at حرف جر. يعني ايه حرف جر؟ يعني preposition. خلاص طيب طالما في حرف جر يبقى نقول isn't. طب نيجي بعد كده للquestion. انا قلت لك بنسال بدو does اهو. you speak English، you بتاخد do you speak English، وعندي هنا he هتاخد does. طيب بسرعه كده، هل ممكن نسال بوات where when الكلام ده كله؟ عادي جدا، حطها في الاول. ماذا what when متى where اين، كل ده كلام على عيني وعلى راسي ما عنديش اي مشكله. بعد كده اعمل صيغه السؤال do does وكمل السؤال عادي جدا. خلاص وزي ما قلنا how often قلناها برضو كم عدد المرات.
do you go to the club؟ قال لك I go to the club twice a week، مرتين في الأسبوع. how often؟ طيب قلنا برضو always، usually، often، sometimes، rarely، seldom، never، وكل ده قلنا معناه واحنا بنشرح في ال present simple. طيب they TV at night، احنا قلنا قبل كده، فاكرين الهرم اللي ما كانش هرم ده اللي انا كنت عملته هنا؟ مين اقوى؟ always watch ولا watch always؟ اديك 3 ثواني تفكر كده. بالظبط always watch. خلاص. طيب they late for school، مين اقوى؟ الار اقوى ولا never اقوى؟ افتكر كده، كان am is are اول حاجه كانت اقوى حاجه، فبالتالي are never. طيب برضو دي كلمات ليها علاقه برضو بالpresent simple. seldom، every day، every week، every year، once or twice a day or a week or a year. خلاص. وكلمة every دي معروفة إن هي بتأتي قبل المدة الزمنية، يعني every day every week قلناها كتير قوي يعني. طيب تعالى بقى كده نطبق اللي إحنا يعني سمعناه في الشرح، تعالى بقى نطبقه بقى كده عملي ونشوف كم الأسئلة والتنوع اللي عندنا. We go to school on Friday. أنا هنا برضو خلي بالك في أسئلة بتحتاج إنك يعني تبقى عارف معنى الجملة كويس جدا، يمكن كل الأسئلة. Friday يعني إيه؟ يعني يوم الجمعة. طب هل إحنا بنروح المدرسة يوم الجمعة؟ لا، ما بنروحش المدرسة يوم الجمعة. يبقى we ايه؟ we never go to school، يعني احنا مش بنروح المدرسة. I my homework before I have dinner، يعني انا بعمل الهومورك في العادة بتاعتي ولا ما بعملش؟ ما اعرفش، هشوف قبل ما اتعشى. طب انا عندي do usually، هي do اقوى؟ طب وهنا هي does اقوى؟ عندي usually فعلا هي الاقوى من الفعل. طب هتاخد do ولا does؟ تاخد do لان هي المجموعة الاولى في الفعل يجي مصدر. طيب how often do you to the cinema؟ قال لك once a month. طب you هنا هتاخد فعل infinitive، وغير كده do لازم بعدها يكون verb infinitive. طيب do you get up early every day؟ السؤال بدو، يبقى انا هرد اقول yes I ايه؟ ينفع اقول am؟ لا، ده السؤال بدو، ولا have ولا كان، السؤال بدو يبقى هرد بدو. how do you eat pizza؟ قال لك once a month، مرة في الشهر، وانا قلت لك قبل كده كم عدد المرات كان معناها ايه؟ شاطر. how often. طيب you free today؟ انا قلت لك من شويه طالما انا سالت بدو يبقى هرد بدو، طالما سالت بدز يبقى هرد بدز. خليك في دو دز، يعني انت سالت بدو او دز رد بدو او دز. طب لو لقيت رد مختلف معنى كده ان السؤال ما كانش بدو دز، يعني معنى كده هو هنا مجاوب بمين؟ ام، يبقى ملناش دعوه ولا بدو ولا بدز. هنا عندي دو دي استبعدها. طب اليو خلاص بقى بقت سهله، اليو تاخد ام ولا از ولا ار؟ ار. Are you free today؟ يعني انت فاضي النهارده؟ قال له yes I am. ايوه انا فعلا. طب يا مستر احنا دلوقتي سالنا بار، ليه هنا ما ردتش بار؟ لاني اي، اليو في السؤال بتتحول في الاجابه لاي، فبالتالي الاي مش هتاخد ار، هتاخد ام. علي loves science، علي بيحب الساينس so he gets full marks in the exam. لذلك هو بيحب الساينس، يبقى هيجيب درجات full mark ولا مش هيجيب؟ طبيعي كده هيجيب درجات حلوه، هيجيب الفول مارك always gets. اللي بعده my friends drink coffee they prefer juice، هم بيفضلوا العصير، يبقى هم بيشربوا كوفي؟ لا مش بيشربوا كوفي، يبقى انا هنا محتاج نفي. طب مش هنفي بدز، my friends دول جمع يعني ممكن انفي بدونت، صح؟ aren't لا مش aren't لان اللي جاي بعدها فعل. aren't تنفي لك اي حاجه مش ايه؟ مش فعل، وطالما عندي فعل يبقى انسى aren't. haven't مالهاش علاقه اصلا بالموضوع، يبقى بالتالي don't. I my teeth at 6:30 in the morning، يعني أنا المفروض إن أنا بغسل أسناني خلاص الساعة 6:30 كل يوم في الصباح. دي عادة عندي يعني مش دلوقتي حالا، لا عموما كل يوم الساعة 6:30 بغسل سناني في إيه؟ في الصباح. طيب دلوقتي أنا عندي كلمة always وكلمة brush، مين أقوى؟ ده فعل عادي، مش am with وار، مش am with وار أقوى حاجة، لا ده فعل عادي، يبقى always لازم تكون الأقوى. يبقى أنا كده always لازم البداية، always اهي البداية وهنا always البداية، يبقى أنا كده أستبعد دي وأستبعد دي. طيب عندي always brush و always brushes، الآي بتاخد ES؟ لا الآي بتاخد فعل infinitive، I always brush. My brother eat fish on Fridays، يعني أخويا بياكل سمك يوم الجمعة. طيب أنا هنا أخويا ده أنا عندي فعل، وطالما عندي فعل يبقى هستبعد aren't وهستبعد isn't. عندي don't وعندي doesn't، أخويا هياخد إيه؟ doesn't. ليلى اوفن، ليلى معظم الوقت، ليلى دي شي، يبقى تاخد فعل مصدر ولا اسم؟ واحد يقول لي اي ان جي، يا ابني انا جبت سيره الاي ان جي.
انا جبت سيره الاي ان جي النهارده، ما تعصبنيش، ما جبتش سيره الاي ان جي. انا قلت لك يا مصدر المجموعه الاولى مصدر، يا اما اس واي اس واي اس. خلاص. طب يبقى بالتالي ليلى دي شي، يبقى تاخد ايه؟ اس reads. طيب what he read in his free time، يعني ايه اللي هو قراه في وقت فراغه؟ ده ايه؟ سؤال، والسؤال بنسأل يا بمين يا بمين؟ يا دو يا داز. طيب انا عندي مين؟ عندي الاثنين. طب هي هتاخد ايه؟ تاخد داز. سامي arrives at school late. سامي هو جايب لك كله نفي، عايز يقول سامي مش بيوصل للمدرسة متأخر. بيوصل ولا مش بيوصل؟ مش بيوصل، نفي. طيب انا عندي للنفي كل دول ينفعوا للنفي؟ طب تعالى نمشي واحدة واحدة. سامي ده يعتبر هي اسم مفرد، فمش هناخد معاه don't. حلو. طيب وهنا في فعل، وطالما في فعل انا قايل لك استبعد am not و isn't و aren't، يبقى لي مين؟ doesn't و never. انا قلت لك حاجة في الجملة دي اياك تنساها، ان هنا هينفع استخدم doesn't؟ يا مستر احنا بننفي ب doesn't، اقول لك لا انت غلطان. ليه؟ لانها في مين؟ اس. كنتش واخد بالك منها صح؟ يلا واخد بالك. ماشي. سامي ايه؟ never arrives at school late. اللي بعده your sister help with the cooking. هل اختك بتساعد في الطبخ؟ طب هل بسأل بمين؟ يا اما بدو يا اما بداز. طيب انا عندي مين؟ does، هي اللي صح. وهنا sister دي تعتبر she. انت كنت مفكرها يو صح؟ قول لي انت كنت مفكرها يو. لا اوعى. لا هي does. اللي بعده do you visit your grandmother؟ قال لك every weekend، كل weekend يعني كل اجازه اسبوعيه. خلاص. يبقى كم عدد المرات انت بتزورها اللي هي مين؟ how often. طيب he late for his work، يعني هو مش بيكون متاخر على شغله. ركز لي بقى في السؤال ده. دلوقتي هنمشي اجابه اجابه. انا عندي هنا 4 اجابات، في واحدة 2 فيهم is و2 فيهم verb عادي. طب تعالى نشوف كده اللي فيهم verb عادي ايه الكلام. come جت قبل never وده ما ينفعش. never جت الأول. طب ما تمشي صح يا مستر، never جت الأول بس ده هي. هنا كانت المفروض تبقى never comes، المفروض يبقى فيها is عشان هي بتاخد is، يبقى دي كده غلط. طب تعالى نشوف بقى never is ولا is never، مين أقوى؟ is كانت فوق يبقى is never. he is never late for his work. I always hard at school. I خلاص احنا بقى عندنا يا verb infinitive يا في اس، يا مصدر يا اس، يا مصدر يا اس. يبقى انا دلوقتي ماليش دعوه بالاي ان جي، ماليش دعوه بالدي، يبقى يا infinitive يا اس. الاي تاخد ايه؟ study. مصدر. you always listen to music in your mobile، يعني انت في العاده بتاعتك او دايما انت بتستخدم موسيقى على التليفون بتاعك او بتسمع موسيقى على التليفون. طب ده سؤال، بسال يا بدو يا بسال بدز. طيب يبقى انا هنا بكلم يو، يبقى مين؟ do. اللي بعده فاتن never at school late is her habit، دي عادة عندها. يبقى فاتن never عمرها ما بتوصل للمدرسة متأخر. it's her habit. أو ممكن تكون بتوصل للمدرسة متأخر. تعال نشوف هو بينفي ولا جايب جملة عادية. بقول لك arrives، arrive، arriving، arrived. طيب احنا اتفقنا ان احنا present simple، وعندنا هنا يقول لك habit يعني عادة، وطالما عادة يبقى نستبعد الاي ان جي والاي دي. يبقى احنا عندنا يا مصدر يا اما اس. فاتن دي تاخد ايه؟ اس بكل سهولة. What مصطفى's favorite subject، يعني ايه المادة المفضلة بتاعت مصطفى؟ هو انا هنا جبت سيرة verb، انا ما جبتش سيرة فعل خالص في الموضوع. يبقى طالما ما فيش افعال تبتدي تفتكر بقى مين؟ الام والاز والار. طيب يبقى انا بالتالي هستبعد does وهستبعد do. favorite subject، مصطفى's favorite subject. انا بتكلم عن subject، الكلام هنا مش على مصطفى، خلي بالك. يعني بتكلم على السبجكت. السبجكت دي تاخد is ولا are؟ يبقى is. She has breakfast before she to school، يعني هي بتفطر قبل ما هي تذهب إلى المدرسة. يبقى before she إيه؟ before she goes. تمام؟ يعني she تاخد اس عادي جدا، ودي عادة عندها. What sports you interested in؟ هل في فعل؟ في حاجة أنا بفعلها؟ لا، هو بيقول له ما الرياضة اللي أنت مهتم بيها؟ يبقى نستبعد do does، هيبقى is و are. you تاخد مين؟ are. طيب he often عندي كلمة من كلمات present simple اهي often. he تاخد do؟ لا تاخد، المفروض بزود لها بقى اس ولا اي اس ولا اي اس. طب استنى كده يا مستر اما افتكر. شا وتشا، الاس اتش والسي اتش، لعبة اكس او، الاكس والاو، الاو واحدة منهم، يبقى انا مستر لما الاقي الاو منها يبقى ازود لها اي اس بالظبط كده. he often does. تمام؟ طيب he pizza on Fridays، مين اقوى؟ usually ولا eat؟ اللي كانت في النص مين؟ usually. وإيتس، واحد يشيل اس عشان خاطر الهي.
طب سلمى usually basketball with her friends. سلمى usually play. لا، سلمى دي اسم مفرد يعني تعتبر شي، فبالتالي الاسم هنا يتحط له اس. طيب واحد يجي يقول لي يا مستر معلش شيل الواي وحط اي اي اس. يا ولا افتكر انا قلت لك الواي بنشيلها في الطبيعي فعلا ونحط اي اي اس، لكن هنا في مين ماسك فيها؟ الايه بتفضل ماسكه في الواي كده فمش هنقدر نشيلها، فهنضيف مين بعدها اس. The train arrive always. المفروض مين اقوى؟ arrival always، المفروض always، فنبدا كده نحط always و arrive تبقى ايه؟ تبقى arrives. طب ليه arrives؟ ليه حطينا لها اس؟ عشان خاطر الترين ده اسم مفرد ويعتبر it، والit من المجموعه الثانيه اللي بتاخد اس. طيب زي ما قلنا يا شباب كده احنا حلينا الاربع اسئله دول، فعايزين يبقى في تنوع في الاسئله، لازم يبقى في فرايتي. حلينا تشوز وحلينا هنا كومبليت، فتعالى كده مثلا اخدك في رحله. خلي بالك هو الاسئله كتير يعني، الحمد لله الواحد عنده المنزله بتاعته فيها اسئله كتير، لكن انا عايز اخليك تتدرب تشوف انواع اسئله جديده. يعني عندي سؤال هنا جديد rewrite، بيقول لك ايه بقى؟ rewrite the following sentences using the words in brackets. يعني انت هتعمل rewrite، write يعني يكتب، rewrite يعني عيد كتابه، اكتبها من الاول، بس حط لي في الجمله كلمه ايه؟ always. يعني I go to the gym nearly at all times، يعني تقريبا كل الايام. معنى كده اللي هو ايه؟ always دايما. فهقول ايه؟ I always go to the gym. I always go to the gym. طب يا مستر كمل nearly all the time. مش محتاج، ما هو تقريبا طول الوقت، ما انا عوضت عنها بكلمه مين؟ always، فمش محتاج ان انا اقولها تاني. خلاص؟ طيب نيجي للي بعدها. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، يقول لك she is late for school. she is late for school يعني هي ايه؟ هي متاخره على المدرسه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب يبقى معنى كده ان ده الطبيعي بتاعها، هي عادتها انها متاخره. خلاص؟ طيب في طريقتين وفي مدرستين في الحل على حسب نيتك في الكلام. يعني ممكن اقول هي ابدا، هو عايز هنا كلمه never، خلاص حطها في الجمله. المهم ان انا استخدمها في سياقها الصحيح، لان في مثلا بعض الناس تقول لك لا انا عايزها كذا او انا عايزها كذا. يا شباب هو بيقول لك rewrite يعني عيد كتابتها، وحط كلمه never في الجمله. خلاص؟ استخدمها استخدام صح تديني معنى صح. فحاولت ان انت تخليها نفس المعنى، كتر خيرك. حاولت انك تحطها في الجمله بشكل صحيح، ما عرفتش دي نفس المعنى بس كتبتها صح، تمام مفيش مشكله. طيب اللي انا عايز اوصل له ايه؟ ان هنا هي دايما متاخره على المدرسه، فانا عايز اقول ابدا، يبقى ابدا متاخره ولا ابدا بتروح بدري؟ ابدا بتروح بدري، لان هي دايما متاخره. يعني المفروض تبقى she is never early for school. She's never early يعني هي عمرها ما بتكون بدري. ليه؟ لأن في الأساس هي أساسا متأخرة على المدرسة. تمام؟ طب واحد مثلا نسي she is never وكتب late، she is never late. هو كان في دماغه إن هو أنا عايز أستخدم never بشكل صحيح، ما ركزش على المينينج. الجرامر صح ويعني رفقا بالأولاد فتمام تمشي مش غلط يعني. خلاص؟ طيب they play football on weekends، يعني هم بيلعبوا فوتبول في الويك اندز في أجازة الأسبوع. هنقول إيه؟ they often play football. they often play football. عايز تكمل on weekends تمام يعني، أو ممكن تقول they often play football وخلاص. طيب تعال نشوف نوع تاني من الأسئلة. find the mistake in the following and correct them. يعني حاول تلاقي الغلطة وتصححها. يقول لك I go always to school by bus. go always مين أقوى؟ ها خلاص أنت حفظت بقى always بعدين go. طيب بعد كده she don't usually watch. she تاخد don't عيب، المفروض she ايه؟ doesn't. طيب they sometimes goes. they مجموعة أولى تاخد es؟ لا تبقى go. we is never؟ لا we ما تاخدش is تاخد are. my brother play often ولا often الأقوى؟ often تيجي الأول. ومش بس كده، brother ده اسم مفرد يعتبر هي، فالفعل اللي هينزل play يتضاف له اس فيبقى often plays. تمام؟ طيب يعني اتمنى
اكون افدتكم النهارده. اتمنى السيشن تكون كانت خفيفه ولذيذه واستفدتم منها ولو 1% حتى. اتمنى اكون كنت خفيف على قلوبكم. اتبسطت جدا وانا بحاول ابسط لكم المعلومه بقدر المستطاع. يعني كانت حلقه مميزه جدا واتمنى انها تكون مميزه بالنسبه لكم بالنسبه لاولادكم. اي استفسارات تقدروا تبعتوا لي في اي وقت. يعني كنت مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده واشوفكم على خير في فيديوهات قادمه ان شاء الله. توحشوني جدا، بحبكم. الصف الاول الاعدادي. جود باي.